مساء الخير، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا مش احسن حاجه صراحه. انا دلوقتي عندي برد، حاجه كده من الاخر. دماغي متبنجه، مش قادره اقوم اعمل حاجه. بحاول اشرب ميه وسوائل سخنه، حتى ديتوكس فيه ليمون وجنزبيل وحاجات تدي مناعه، بس للاسف الموضوع مش ماشي قوي. فبسيطه الحمد لله. في دلوقتي مشكله، المشكله الا وهي ان انا عايز اروق. عندي غسيل عايز يتغسل، عندي مواعين عايز تغسل. هما مش كتار، بس الحاجات دي لو سبتها هتبقى هرمية، هتبقى مشكلة أكبر. فأنا مش عارفة أعمل إيه. اللي عنده حل يقول لي. المغرب على أذان، وإيه دوبك أنا عملت أكل بس للعيال ومعملتش أكتر من كده. في حد عنده حل وعنده طريقة تقومني؟ مش عارفة. نستعين بالله ونصلي على النبي كده، واحاول استجمع قوايا الجسدية والعقلية والعاطفية وكل حاجة والله، عشان كلهم يسندوا بعض. عايزه انشر غسيل عشان اشغل غسيل على الغسيل تاني، عشان عندي حرفين كومه من الغسيل. وهاخدكم معايا واوريكم حاجات ربنا يعني يرفعها البلة عننا كلنا. طلع شويه الغسيل واسيب الكوبايه اللي تعبت اعصابي دي. الغسيل ده من اكتر الحاجات المرهقه حرفيا. غسيل عايز يتغسل، غسيل عايز يطبق، غسيل مش عارفه، حوارات حوارات، كل حاجه وليها حوار. استغفر الله العظيم. هروح اصلي الاول، هطلعهم واشغل الغساله واروح اصلي، وبعد كده ارجع تاني. يا نهار ابيض، الغسيل شويه وهيجري ورايا من الشقه. دلوقتي حطيت ملايات علشان الحاجات كتير، وانا بحب افصل الغسيل عن بعضه. نسال الله العفو والعافيه، ربنا يقدرنا ويعيننا ويشفينا. صلوا على النبي كتير، وحدوا الله. مكركبه شويتين، عايزه تتلملم وتظبط. وابني بوظ الليد اللي كان بيدي اضاءه للمكان، بس هنتعامل ونقول بسم الله. وكلهم ناموا ما عدا هو. ليه؟ لان هم اساسا كانوا صاحيين وقت ما هو كان نايم في المغرب. فالحمد لله انا طلعت الحطه التانية من الغساله ونشرتها، والحمد لله ربنا يعين وهي على الله الاستعانه. صلى الله بكتير، هلم الدنيا وارجع لكم تاني اوريكم الشكل اللي كلنا بنبقى مستنيينه. صلى الله بكتير، وحيد الله. الحمد لله خلصت مسح وكنس وكل حاجه. فاجه وقت ان انا اخد بريك. فدي حاجات كنا مطلعاها من النيش، دي شنطه المعالق بتاعتي. وعلى بال ما اعمل كام حاجه تانيين، هعمل ساندوتش، هحط واحده برجر، ده برجر فراخ. فنسال الله العفو والعافيه كالعاده، وصلى على كتير، وربنا يقوينا ويعيننا ويبعد هذا الصغير عن البوتاجاز علشان عصبني قوي. وكمان عايزه اسال سؤال، حد عارف ده ايه؟ النهارده ان شاء الله هعملها على العشاء لجوزي. فمش عارفه المره دي الطريقه هتظبط ولا لا. انتوا عارفين ان فكره ان واحده فينا تحسب ان هي دايما شاطره والاكل يطلع منها خطير، دي غلط. الموضوع بيطلع تسهيل من عند ربنا ونفسيه حلوه ورزق اللي هياكل برضه. تصدقوا بالله فعلا رزق اللي هياكل. فربنا يقوينا ويعيننا ويصلح حالنا ويعديها على خير. هحط دي تشوي في الفرن، مش هقليها، هي اصلا نص مقليه يعتبر، فهشويها في الفرن يعني اديها قد ربع ساعه مثلا. كل انا رتبت حاجات تانية واخدكم معايا ورجعت الحاجات دي في النيش. بالنسبه للرخامه كان عليها اطباق صيني وحاجات من دي، كانت يوم عيد ميلاد صالح طلعتها. انا ما عنديش مشكله اطلع من النيش عادي، في مناسبه غير مناسبه عادي بطلع في اي وقت. بس دي كانت اول مره تطلع الشواكه بتاعه شنطه المعالق. هو انا كنت طلعت من شنطه المعالق معلقه صغنونه قد كده اهو لروضه، ساعه ما كانت صغيره، ساعه ما كنت باكلها جديد وكده اهو، هاكلها بالغالي ومش هشيل عنها حاجه وكده. فبسيطه، انا عن نفسي مفيش حاجه اسمها حاجه تتشال الضيوف، مفيش اعز مننا ولا اغلى مننا يتحط له في الغالي والنظيف والحاجات الحلوه واللي شكلها شيك. فصلى على النبي كتير، وحد الله. هروح احطها في الفرن ونخرج بقى الصاله بقى نشوف المقلبان اللي فيها عمل ايه، واشوف صالح كمان هيسكت ازاي علشان هو مش راضي يسكت. دلوقتي الصاله حرفيا عايزه حاجات كتير، تغيير الكنب، تحرك الكنب من مكانه علشان نروق تحته، علشان في حاجات انا شايفاها من بعيد محدش يشوفها غيري كالعاده يعني. وكمان انا مصورتش معاكم من بعد ما غيرت النظام بتاع الصاله،
الشاشه نقلتها هنا. هي المروحه مكانها مش مناسب، بس ايه، جوزي مش بيحب يخرم في الحيطان، وبالنسبه له دي بتبقى بهدله بشكل زباله. الحافظه دي عايزه تتشال، وفي بقعتين فيها انا عايزه اعملهم، بس انا للاسف مش قادره اغسلها النهارده اصلا. دي بقع صلصال من كتر ما العيال بيلعبوا بيه، حطوا عليه ميه سيحوه، فاعوذ بالله حاجه كده تقرف الكلب. فهنقول بسم الله ونبدا. مش عارفه ابدا منين صراحه، بس هبدا. ودي الجزئيه اللي انا عملتها لوقت الروقان، وقت القراءه، وقت كوبايه القهوه الصبح والشمس داخله من الشباك، حاجه كده مميزه. طبعا هو لسه بقيتها ما خلصش. كيس المخده اللي هناك ده انا غيرت الكيس علشان كان يوم عيد الميلاد، البنات جابوا عليه جاتوه وشوكولاته وكده فغيرناه. ودي بقيت بتاعه القطعه اللي هتبقى هنا، ف بسيطه. ايه رايكم في اللون؟ اللون ده في اضاءه، كل ما الاضاءه قويت او كانت واضحه اكتر كل ما اداكي درجه لون مختلفه تماما. فهو بصي في الضلمه لون، في الضلمه لون، وفي النور لون تاني. فالمهم مش موضوعنا يعني. هبدا اقول بسم الله دلوقتي. مش عارفه ابدا منين والله، عايزه اعيط. انا عايزه كوبايه حاجه سخنه وشال، واقعد اشربه مع الكنبه في الحته الزاويه دي بالظبط، الزاويه دي ايوه. وبعد كده اشغل التلفزيون على المسلسل اللي بحاول اتابعه بقالي فتره ومش عارفه اسمعه اصلا. فالحمد لله. مش عارفه والله اقول ايه، بس لا خير، لعله خير. استوت، شميت ريحتها يا دوبك. انا لميت الفرش بتاع الكنب، ولبست المخده اللي كانت على جنب دي على الركنه، على القعده اللي هي على الارض. وبس شميت ريحتها، فقلت بس هاخد بريك. انا ما عملتش حاجه عشان اخد بريك، بس هاخد بريك برضه. وصلاحها كان بياكل بسكوته، خلصها الحمد لله. يلا بقى هاكل وارجع لكم تاني. خلصت، الدنيا راقت، بس طبعا ايه، انا مسحت المره 20 عشان البصمات دي تروح، بس مش هتروح. والمشابك دي هو عمال لسه يجيبها. وصلنا لاخر مرحله، وهي رش المعطر، وهي المحببه الى قلوب الملايين، كل ستات تقريبا. مفيش ست ما تبقاش عايزه. يا ابني سيب البتاع يا ابني. طبعا احنا عشان ناخد الريحه اللي احنا عايزينها هنرش على المفروشات نفسها. انا بحب ارش قوي على السجاده بتاعت الصلاه. شايفين ال المروحه بتطيره ازاي؟ الحمد لله على نعمه الصحه ونعمه الستر. ربنا يعيننا ويقوينا ويهدي ولادنا. الاستاذ ده يدوبك عايز ياخد دش، الله يهديه ويصلح حاله. وانا كمان اخد دش، ومش عارفه اصور معاكم لو عملت الاكل ولا لا. فشكرا جدا 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 انكم وصلتوا معايا هنا. بحبكم في الله. ربنا يرزقكم راحه البال ويرفع عنكم البلاء. بصوا والله لسه مخلصه والله العظيم. تعمل ايه يا صالح؟ لا. ايه؟ لا. لا ايه؟ صنون. قليل من روقان لحد الجو بس يا حبيبي.